أهلا بكم. قد يبدو أننا قد لعب بنا الوهم حين تخيلنا أننا يمكننا أن نهرب مما تمنيناه إلى مناطق آمنة يمكن أن نحقق فيها ما يمكن أن نحلم به، أو يكون خارج سيطرة ما أدى إلى أن يفشل ما كنا أن نحلم به في حياة واقعية، فهربنا إلى حياة غير واقعية أو أشياء غير حقيقية لا تمثل بالضرورة قيمة في الحياة بشكل أساسي، ولكننا هربنا جميعا وانصرفنا باهتماماتنا كأنها بديل للاهتمام بالرأي العام. إلا أن جوا عام أو سحابة ما تخيم على كل شيء هي أقوى وأهم من أي هروب، وهي واقع يفرض نفسه على أي شيء. في الأيام الأخيرة تابعنا قضية نادي الزمالك اللي كان المفروض إن في مباراة كرة قدم، إلا إنه كرة القدم مع جو عام في مجتمع، أنا اتكلمت إنه بيبدو إنه في حالة سقوط حر بشكل ما في أشياء كتيرة أو مناطق كتيرة، ومحدش منتبه أو محدش بيحاول يقاوم، محدش بيحط مقاومة ما في أي اتجاه للسقوط ده. فإنه تتحول مباراة كرة قدم عادية، وهي المفروض إن مباراة كرة القدم دي هي زي ما قلت إنها مكان ممكن نهرب فيه باهتماماتنا أو نشغل بيه وقتنا عن واقع في كثير من الأحيان إن إحنا مش عايزين ننتبه له أو مش عايزين نفكر فيه، فبنروح نتفرج على كرة القدم وخلاص. بالرغم انه يعني انت دايما تقول او مثلا ممكن تقول طب ما اروح اتفرج على الدوري الانجليزي او كده، لكن انت بتقول والله لا، انا هتفرج برضو على المسابقة المحلية المصرية بدوافع ان انت لسه مرتبط بشيء ما في البلد او بالمنطقة يعني. لكنه المباراة كرة قدم عادية بتخلص بأي نتيجة، وبتتحول لقضية تانية خالص ملهاش أي علاقة خالص بكرة القدم، بترجع وتلف على قضية أخلاق وقضية قيم وقضية احترام قانون وقضية حاجة أنت المفروض هتعملها وتتوقع حاجة. يعني أنا لو أنا عملت فعل فلازم يكون أنا متوقع رد الفعل، لكنه بسبب ان احنا اصبحنا ان احنا مش عارفين بالظبط احنا المفروض نعمل ايه ونستقبل ايه، فما بقتش القضية بالنسبة لكل الناس واضحة. يعني القضية بتاعت نادي الزمالك دي، اللعيبة اللي عملوا المشكلة دي، انا لحد النهاردة وانا بتكلم بتاريخ اللي هو يوم الاربع اللي قبل الماتش، والله نسيت النهارده التاريخ كام اللي هو قبل الماتش بتاع النهائي. المفروض ان الحادثه دي حصلت يوم الاحد تقريبا، الحد او السبت مش متذكر. هي طبعا مش مهم التواريخ ومش مهم الايام، لكنه من ساعه ما حصلت لحد المفروض ان هو تاني يوم بكره الماتش النهائي ما بين الاهلي بقى والزمالك ومش عارف ايه وبتاع، لحد دلوقتي محدش عارف بالظبط يقيم المشكله. محدش عارف بالظبط، مش يقيم المشكله بس، ان هو يحدد ايه هي ابعاد المشكله، ايه اللي حصل. فانت المفروض ايه رد الفعل المفروض يحصل مثلا من جهات المسؤوله عن التنظيم، ايه المفروض يحصل مثلا من نادي الزمالك، المفروض يحصل من اتحاد الكوره، ايه المفروض. محدش عارف يحدد بالظبط ايه اللي المفروض الخطوه تعملها، فايه رد فعلك كمان. فكذلك برضو كان اللعيبه، وكذلك برضو انا هرجع واقول واكرر على قضيه اللعيب برضو بتاع نادي الزمالك اللي هو اسمه احمد ابو الفتوح ولا اسمه فتوح. واحد وهو مش بس لعيب كوره، اي حد هيروح يشرب مخدرات ويسوق عربيته، انت متوقع يحصل ايه اللي متوقعه يحصل؟ هتخبط حد مش تخبط حد؟ ولو خبطت حد هتتعاقب ولا مش هتتعاقب؟ مفيش اجابات، مفيش حاجه. لكنه الاجابه اللي بتبقى انت دلوقتي بقى يعني اوكي، مفيش اجابات في الشق القانوني والشق المنظم، اما في اجابات دايما في الشق الغير منظم. في اجابه عند لعيبه نادي الزمالك وهم جاوبوا، ونادي الزمالك هو نادي مثال. انا اهلاوي وطالع بالفانيلا الحمراء، قاصد النهارده ان انا اطلع لابس احمر ما بحبوش قوي في اللبس يعني، لكنه انا طالع قاصد البس احمر. لكنه نادي الزمالك هو النادي اللي متوقع ايه اللي يتعمل، اللي هيحصل منه في الغلط. يعني تتوقع في ازمه زي كده انه
تتوقع من البدايه ان لعيبه نادي الزمالك تروح تضرب وتروح تقل ادبها؟ تتوقع نادي الزمالك متوقع ان رئيس النادي يطلع يعمل كذا، متوقع مش عارف ان في متحدث رسمي يعمل كذا. نادي الزمالك دايما عند حسن ظنك. ده نادي الزمالك مثال، مش عشان هو الزمالك وانا اهلاوي، مش الفكره. بس نادي الزمالك، حتى انا كنت عملت فيديو لما انسحبوا من بطوله الدوري، قلت الزمالك يا دوله، وده كافي جدا ان يعرفك يعني ايه نادي الزمالك بقيمته. قيمته اللي بتبقى دايما قدامنا كده حقيقه. اذا بقول احنا انصرفنا من حاجات واهتمامات عشان نروح نهتم بالكوره، لكنه الكوره بتورينا ان هي جزء من كل المجتمع والدنيا ماشيه فيه في حاله سقوط حر. اما عن نادي الزمالك فهي، انا زي ما بقول، نادي الزمالك دايما بطيختك حمراء، ما فيهاش شك، ما فيهاش ريبه، دايما بطيختك حمراء وسليمه. وربنا يستر على اللي جاي ان شاء الله. اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله.